زي ما في عندنا حاتم الطائي رمز الكرم، في عندنا عبد العزيز البخيل أحد أغنى أغنياء اسكندرية في أوائل القرن العشرين. أراضي وعقارات، ما كانش يصرف على نفسه ولا على أهل بيته أي حاجة، لدرجة إن ابنه لما تعب مرضيش يعني يجيب ابنه مات. الراجل بعد ابنه مات دخل في حالة هستيرية بتجنن، فكانت النتيجة بعد البخل إنه خسر كل حاجة. يعني هو بس البخل مش في الفلوس أو في الأكل، هو البخل إنه مش عايز يشارك حد حاجة معاه. ولكن في الأول وفي الآخر الشخص البخيل ده اللي يستخسر في نفسه ويستخسر في غيره، فده البعد عنه غنيمة. لأنه عادة البخيل ما بيبقاش بس بخيل في فلوسه، ده بيبقى بخيل في مشاعره، بخيل في كلامه، بخيل في علاقاته الاجتماعية، مش عايز يدي لأي حد أي حاجة، بيتعب نفسه وبيتعب اللي حواليه. فالبعد عنه غنيمة. ربنا ما يكتب علينا نكون مع أي حد بخيل أبدا يا رب. اللي لازم كلنا نكون متأكدين منه وشايفينه وعارفينه إن البخل ده مش حرص، الحرص ده في حتة تانية خالص. البخل ده مرض. مش بس كده، ده بيسيب سيرة كمان بعد ما بيموت لوقت بقى الله أعلم بيه. فلو انتوا تعرضتوا لحاجة زي كده يا ريت تكتبوا لي وتقولوا لي في الكومنتس. أشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.